السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم هذا البريوش اللي كيجي رائع في المنظر وكذلك في المذاق، وكيجي خفيف ورطب كيف القطن كما كتشوفوا. فهو كيجي هشيش ورطب. وهذا البريوش جا تحت الطلب ديال واحد الصديقة اللي ديجا ذاقته وعجبها وعجب وليداتها وطلبت مني المقادير، وقلت علاش لا ما نشاركاش معكم باش تعم الفائده. كنتمنى تبقاو معايا الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. في المقادير عندي 2 كيسان كبار ديال الماء دافي على هذا الشكل. غادي نضيف كذلك ملعقه كبيره من خميره الخبز، و5 ملاعق من سكر سنيده. والسكر دائما كيبقى اختياري وحسب الذوق، يعني كل واحد يدير الكميه اللي كيبغي. غادي نخلطهم جيدا وغادي نغطيهم ونخليها تفاعل واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. من بعد غنرجع لها كما كتشوفوا راه تفاعلت لنا الخميره مع السكر سنيده. غادي نحركوها جيدا. غنضيف 2 بيضات وغنحرك، وغادي نضيف 4 معالق من زيت المائده. مع التحريك دائما غادي نحرك جيدا. غادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الملحه، وكذلك ملعقه صغيره ديال نكهه الفاني او الروح ديال الفاني. غنضيف ملعقه كبيره من الخل، وكذلك ملعقه صغيره من خميره الحلويات اللي ما تصورتش ليا في المقادير. غادي نبدا نضيف الطحين، الدقيق الابيض، الكاس الاول. ديما غندير العبار بالكاس اللي درت به الماء. ضفت الكاس الثاني وغنستمر في التحريك كما كتشوفوا. غادي نضيف كذلك الكاس الثالث ونستمر في التحريك حتى نوصل للقوام اللي كنقلب عليه. غادي نكمل وغادي نقول لكم شحال من كاس احتاجت ليا العجينه ديالي. من بعد ما جمعت العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، غادي نغطيها ونخليها تختمر حتى تضاعف الحجم ديالها. وانا احتاجيت 7 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق. كما كتشوفوا هنا راه العجينه ديالي تضاعف الحجم ديالها. كندهن يدي بالقليل من الزيت وكنحاول نحيدها من الاناء اللي كنت واضعه فيه على هذا الشكل هذا. غادي نحطها في سطح العمل وغادي نشكلها على شكل كويرات صغيره كما كتشوفوا. غنحاول ندير الكويرات يكونوا متساويين في الحجم ويكونوا صغيورين قد المسمنات الصغيورين. غنستمر حتى نكمل الكويرات ديالي كاملين ونرجع معكم. غنبدا بسم الله على بركه الله باول كره عندي. كنستعن بالقليل من الدقيق كندهن به كنرشو في سطح العمل. وعندي هنايا الشوكولاط ديال الكرواسه، ولا ما كانش متوفر غديروا الشوكولاط العادي كما كتشوفوا في الصوره.
كنبسط الكره ديالي على هذا الشكل هذا، وكنحاول نجبدها قليلا بيدي، راه كتعطيكم الضوء لانها رطبه وهشيشه. كنجمعها برؤوس الاصابع كما كتشوفوا، وكنحاول نحربلها على شكل حربول وكنحطها جانبا. كنستمر في هذه العمليه، كندير 3 ب3 كما كتشوفوا. غادي ندير الكره الثانيه، غنوضع القليل من الشوكولات وغنجمع الاطراف ديالها، ومن بعد نحاول نحربلها فوق سطح العمل، وكنديرهم كلهم قد في الطول كما كتشوفوا. كنستمر على هذا الشكل هذا. غندير الكره الثالثه، نوضع الشوكولات ديالي ونجمعها بنفس الطريقه، نشكل على شكل حربول وناخذهم ب3 بهم. نحاول نلاقي لهم الريوس ديالهم كما كتشوفوا، ونضغط عليهم جيدا باش ما يتحلوش ليا، وكنحاول نضفرهم عادي كأي ضفره كما كتشوفوا، وكنضغط على الاطراف. غناخذ واحد اللاطه ديالي اللي غندخلها للفرن، غندهنها بالزبده وغنبقى نستف الضفيرات ديالي. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل اللاطه ديالي كامله ونرجع معكم. كنديروهم كبيبرين شويه، وبالنسبه للربعه الاخيرين فاحنا كنديروهم صغارين شويه باش يلا كيجيو في المكان دي. ديالنا غندوزو مباشره بالتزيين ديالو قبل ما يختمر لينا. وكما كتشوفوا انا اختاريت انني نزينهم بالفواكه المعسله اللي صوبتهم معكم وشاركتهم معكم في القناه بقشور الدلاح. غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. كنزينوهم بالحاجه اللي بغينا وبالتزيين اختياري. في امكانكم ديروا الزبيب، في امكانكم تزينوه بقطعه من الشوكولاته كذلك، كيبقى لكم الاختيار.
غنستمر على هذا الشكل حتى نكملها كامله. بالنسبه للفواكه المعسله غتصوهم مزيان في البريوش باش منين تنتفخ ما يطيروش كما كتشوفوا كيلتصقوا في المكان ديالهم. هنايا عندي واحد صفر بيضه من بعد ما خمرت ليا البريوش ديالي، غادي ندهنها بصفر بيضه معها القليل من قهوه سريعه الذوبان وراس معلقه ديال الخل باش نحيدوا رائحه الزفوريه. وبالنسبه للمقادير اللي عطيتكم راه خرجوا لي هاد الكميه، يعني خرجوا لي هاد البريوش وخرجوا لي بريوش واحد اخر درته في مول عادي ديال الكيكه اللي كتكون مثقوبه من الوسط كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. درته على شكل ضفيره وحده دورته في المول. غادي ندهنهم بجوج وغندخلهم للفرن، وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طيبتهم في الفران. العافيه من الاسفل حتى طابوا من الاسفل ديالهم وبداو كيتحمروا من الجناب، وعاد هبطتهم للاسفل الفرن العافيه من فوق منهم باش تحمروا ليا وخرجتهم. وكما كتشوفوا هاد القريصه هذه شاط ليا من العجينه وبغيت نجربها. فبامكانكم بهاد العجينه هذه تخرجوا منها بريوش وفي نفس الوقت تخرجوا منها قرص اللي كيجي رائع كما شفتوا في الشكل ديالو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا اللي باقي ما اشتركش باش تكبر العائله ديالنا. في امان الله وحفظه، الى فيديو اخر ان شاء الله.